السلام عليكم خواتاتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الحلوه غزاله 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 البنات، حلوه ماويه بالشوكولات، تتجي هشيشه ورطبه وتذوب في الفم. المهم تبعوا معايا غير المقادير ان شاء الله وغادي تصدق لكم زوينه. المهم لهاد الحلوه هذه غادي نحتاج المقادير التاليه: تنحتاج 5 البيضات، تنحتاج كاس مملوء نتاع السكر، كاس مملوء نتاع الزيت، كاس غير مملوء نتاع الكاكاو، تنحتاج تقريبا 3 الخمارات حمر او خماره ونصف من هذا النوع ديالنا حنايا. تنحتاج واحد الياغورت ديال الفانيل، وتنحتاج كما قلت لكم بالنسبه للطحين عينكم ميزانكم. الا جاتكم ثقيله ما تكملوش فيها كاس ونصف، انا درت تما عبار كاس ونصف، واخا شفتو 2 كيسان راه غير كاس ونصف اللي دات ليا، حيت هاد الحلوه خصها تجي هشيشه ورطبه، وكما قلت لكم خصها تكون تذوب في الفم. وراه ممكن البنات ديروها غير ب2 بيضات او 3 البيضات، غير انا بغيتها تكون كبيره وتجيني في المول هكا، يعني هماويه تجي كبيره. المهم كناخذ المول ديالي تندير فيه 5 البيضات نتاعي، تنزيد داك الكاس نتاع السكر حبيبات او نتاع السنيده، تنشلاقيهم مزيان بالخلاط اليدوي، وعاد تنزيد العناصر الاخرى. كما قلت لكم البنات ايد شاده التليفون وايد تتشلاقي ما غاديش نقدر نوريكم المراحل كامله يعني كيف ما هي. المهم البيض خصو يتضرب مزيان، هادشي اللي بغيت نوصل لكم، البيض خصو يتضرب مزيان 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 مع السكر، وعاد غتضيفوا ليه حويجات اخرين. على ذكر هاد الحلوه هذه البنات ممكن ديروها في مولينيكس، يعني تصايبوها طلعوها في مولينيكس راها تطلع زوينه حتى هي، تطلع غزاله. اي انا ولفت ولفت الخدمه باليدين، هذا ما كان ولفت نخدم كلشي بيديا. المهم هنا البنات باش نكسر هذيك المراره نتاع هذا نتاع الكاكاو، زدت واحد شويه ديال الحامض، تتعجبني اصلا نسمه الحامض في جميع الحلويات، وزدت واحد شويه ديال الفانيل. مزج ما بين الحامض والفانيل تيعطي واحد النكهه رائعه، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف بزاف. كما قلت لكم الخمارات ما تفوتوش في هذه الوصفه هذه ديال 5 البيضات 3 الخمارات. بالنسبه ل2 بيضات ديروا غير 2 خمارات حمر، يعني 14 غرام فقط، هنا 21 غرام. وتنحرك مزيان البنات، وعاد غادي نضيف المقادير الاخرى. كما قلت لكم هاد الحلوه راه ممكن ديروها في المولينيكس، والمولينيكس تاخذوا كاس الزيت، كاس ديال سنيده، كاس ديال غير مملوء او ربع كاس نتاع الكاكاو، تتخلطوه مزيان، تضيفوا عليه واحد الياغورت وصافي، وتتنقصوا واحد الكاس كامل من ديك الكميه اللي خوتو، اللي فاش يجيكم عاقد هكا عاطي بحال نوتيلا، تتنقصوا واحد الكاس العنبه من ديك الحشوه، عاد تضيفوا البيض وتضيفوا الياغورت، وعاد غتضيفوا الطحين. انا ما درتش ديك الطريقه، تنبغي الطريقه هكا تطلع كل حاجه بوحدها، لاصوص غنصايبها بوحدها والحلوه غنصايبها بوحدها، هذا ما كان البنات. المهم هنا تنضيف الكاس نتاعي نتاع الكاكاو. حاولوا تاخذوا الكاكاو الجيد، لان الكاكاو فيه انواع، كاين اللي فيه المراره، وكاين اللي واخا هكا كاكاو حلو، وكاين اللي محلى، ولكن المحلى ما تنخدموش به هنايا، تنخدمو غير بالمر وباللي حلو، يعني بدون سكر. المهم هنا فاش نضربوا هذا الخليط ديالنا مزيان 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 حتى تتجانس هذوك العناصر كامله. هنا راه زدت غير واحد القبيصه د المليحه، عيني ميزاني ماشي بزاف، ما تكثروش، حيت داك المول هذاك راه كبير البنات، واخا تشوفوا الوصفه قليله فيه، راه تبارك الله راه المول كبير، عيط تصوير تيبان سميتو. المول راه كبير، فين تنحرك راه ما شاء الله 5 البيضات ومن الحجم الكبير، يعني راه كبير داك المول. المهم هنا سنضيف الطحينه البنات، بغيتو تجيكم الحلوه هشيشه ورطبه وتذوب في الفم، ما تكثروش الطحين، هذا ما كان. هنا غنضيف لداك الياغورت ديالي البنات، غنقسم ديك الياغورطه لانها هي اللي صراحه اللي متواجده عندي في الكلشخانك في الثلاجه، وهي عندها حجم كبير اكثر من 200 ملي
يعني غنضيف النصف دابا والنصف غنزيدو في لاصوص. هذا مكان. وممكن تضيفوها كامله في لاصوص تستغناو عليها، ديروا غير لاصوص غير بالزيت والسكر والحليب، ولكن انا بغيت النكهه ديالها في لاصوص، داكشي علاش خليت واحد الكميه. وهنا تنضيف الكاس نتاعي المملوء نتاع الطحين، تنغربلو، وغادي نضيف عليه نصف كاس نتاع الاخر، لان كما قلت لكم الحلوه فيها كاس كبير نتاع الكاكاو. ما تنساوش داك النواشف، لان ما خصهاش تجي ناشفه بزاف. الكاكاو تينشف الحاجه، وبالتالي الى زدتوا الكيسان مثلا بحال الحلوه العاديه اللي تنديروا مسكوته عاديه تنديروا فيها مثلا 3 الكؤوس ديال الطحين، هنا الا درتوا 3 الكؤوس ديال الطحين كونوا على يقين انها ما غتكونش لكم، ما تذوب لكمش في الفم، يعني غتجي مسكوته عاديه عاقده شاده في راسها. دونك الطحين والكاكاو تينشفوا الحاجه. لهذا احنا بغينا غير تجمع لينا ديك الحشوه وصافي. كاس ونصف نتاع الطحين بركه، ولا قدرتو ولا درتو ديال 2 بيضات راه غير كاس واحد ديال الطحين فقط. ب2 بيضات انا جربتها كاس بوحدو ديال الطحين جات رائعه البنات، جات هشيشه جات. اش غنقول لكم، ما تفرقوش بينها وبين الطورطه، يعني تذوب في الفم. يعني ما بين هاد الكيكه والطورطه ديال الشوكولات ما تقدروش تفرقوا بها اللي عملت انا ب2 بيضات. المهم راه تتجي هشيشه وتتجي رائعه. تبعوا غير المراحل. بالنسبه علاش درت خدمت بالضراب اليدوي وداكشي باش نسهل الامور وباش ما يكونوا لا تعقيدات لا حتى شي حاجه بالنسبه للبنات المبتدئات. هذا مكان كما قلت لكم راه يد شاده التليفون ويد تتكب غادي نحط التليفون عاد نكب داكشي اللي بقى مزيان، وعاد غادي نبسطو كامل على المول ديالي اللي دهنتو بالزبده والطحين باش ما يتلاصقش وصافي. وتناخذ واحد الاناء تندير فيه دوك النواشف نتاعي. هانتوما كي كتشوفوا غير ربع كوب هذا تاع الكاكاو، وتنضيف عليه نصف كاس نتاع السكر ونصف كاس نتاع الزيت. المهم غير باش تشوفوا دوك النواشف، وربع كاس نتاع الحليب او زانه، ممكن ديروا زانه راه تيجي زوين. هذه بالنسبه للبنات للتسقيه، هذه للتسقيه يعني راه تتجي رائعه هكا. وممكن تضربوها بالضراب اليدوي مزيان مزيان مزيان، لانها هي غير ديال التسقيه، ما غنطلعوهاش عاقده بحال ديال لاصوص. دونك ديال لاصوص البنات ها نتوما راكم شفتوا راه زدتها عاقده، وداك الشويه اللي بقى ليا ما بغيتهاش تكون جاريه بزاف، زدت فيها واحد شويه الحليب باش يلاه تجيني هي هكاك للسقيه، لان الحلوه اللي عملت كبيره بزاف بحجم كبير. وهذه ديال السقيه نتوما كي كتشوفوا راه ضفت عليها الحليب، واللي درت بالمولينيكس ها هي جات عاقده. راه هذيك بالمولينيكس فيها ربع كاس نتاع الحليب، ربع كاس نتاع الزيت وربع كاس نتاع الكاكاو وربع كاس نتاع السكر فقط. كل حاجه بوحدها احسن باش ما نتربجوش وما نبقى نقول لكم ديروا غير هذه ونقصوا هذه من هذه وديروا هذه غادي ندوخكم. دونك كل حاجه بوحدها يكون افضل. هانتوما كي كتشوفوا راه قد ما كانت ديك التسقيه كثيره قد ما تخافوش منها، قد ما تتكون الحلوه هشيشه. وكي كتخرجيها سخونه من الفران تتسقيها بديك لاصوص اللي هي ضفتي فيها زانه ولا بالحليب بالزانه، تتجي البنات عاقده، تتجي زوينه زوينه بزاف. بلا كريم فريش سائله تتجي واعره، بالحليب حتى هو زوين. هنا راه درت غير حليب البنات. وهذا مكان واللي كانت قبل منها عملتها ديال 2 بيضات درت فيها زانه، راه جات رائعه، جات لا شكل لا غير من الاشكال، يعني جات زوينه بزاف. هنا ما تخافوش من ديك السقيه تقولوا راه غتبقى ولا راه تتنشف، لان الحلوه راه هانتوما كي شفتوا الحلوه راه تشرب ديك السقيه، وبالتالي تتعطيها واحد الهشاشه وواحد الرطوبه غير شكل. والله العظيم تجي هشيشه ورطبه كما قلت لكم تذوب في الفم. وبالنسبه ديك هاد لاصوص هادي اللي درت في الجبانيه ممكن تعوضوها حتى بنوتيلا. اللي ما عندهاش غير نوتيلا غادي تحليوها شي شويه، يعني غادي تفكوها لان نوتيلا تكون عاقده بزاف، ولا دانات، حتى دانات تيجي زوين، او ياغورت ديال الشوكولات، حتى الياغورت الشوكولات تيجي زوين. وتزوقوها باش ما بغيتو، ولكن بهكا راه اقتصاديه. الزيت موجوده في كل دار، السكر موجود في كل دار، شريتي الكاكاو كاين، اللهم ضربي كلشي في المولينيكس وهانتي تتحصلي على واحد العقده او واحد سميتها ديال الشوكولات. صافي هذا مكان البنات.
وتنديروا الحلوه ديالنا في الثلاجه حتى تتبرد، تنزوقوها بعدا وتنديروها في الثلاجه حتى تتبرد وصافي، وتنقدموها مع كويس داتاي وكاس الحليب او عصير اللي حبيتو البنات. هنا راه عندي غير دوك الشوكولات حبيبات، ممكن تزوقوها باي حاجه، برقائق اللوز، تزوقوها هذا بالكوك، تزوقوها باللي حبيتو، ممكن تخليوها هكاك تاكلوها ماشي مشكل. وصافي البنات، هذه هي الحلوه اللي شاركت معكم اليوم، راه تتجي رائعه وتتجي زوينه وكما قلت لكم هماويه، وممكن ديروها اقتصاديه غير بجوج بيضات، راه تتجي حتى هي هشيشه وزوينه ورطبه. وبالصحه والراحه البنات. المهم تبعوا المقادير كما قلت لكم، المقادير باش تجيك هماويه وبالمول الكبير: 5 البيضات، كاس ملوء ديال السنيده، كاس ملوء ديال الزيت، كاس ونصف ملوء نتاع الطحين، وكاس ملوء نتاع الكاكاو. بالنسبه للتزيين او التحليه باش تحلي داك سميتو، يعني تضيفي فيه سكر فانيل ولا عقده فانيل، ممكن تضيفي ليه الليمون او الحامض او اللي عجبك. والخمارات 3 ديال الخمارات من حجم 7 غرام 7 غرام 7 غرام، يعني 21 غرام. اما الا درتي غير 3 البيضات او 2 بيضات، غير 2 خمارات فقط. والتحليه راني عاودت لكم نصف كاس نصف كاس في كل حاجه، نص كاس الزيت، نص كاس السنيده، نص كاس ديال انتم كي تجي هشيشه رطبه رطبه، راه عرفتي. وانا تنهزها تنخاف لا تبقى لا تبقى ليا في هذا في المول، يعني تبقى في الطبسيل، جات رطبه وهشيشه وكما قلت لكم تذوب في الفم. اصلا هي هشيشه بلا داك التسقيه، ديك التسقيه بحال غير زدتها انا من راسي وصافي، يعني غير زدتها ولو انها كاينه في الوصفه. ولكن بعد النوبات تنديروا الطحين كثير وتينشف لينا الحاجه، حتى ديك التسقيه راه تعطيها واحد الرطوبه، واحد تكون رطبه وهشيشه. هذا ما كان. هنا راني حاولت نزوقها بشويه داكشي اللي بقى، نزوقو شويه باللوز وصافي. غير الوليدات درت لهم ديك الطبيصلات الصغار، هانتوما كي كتشوفوا راه تتلصق مع المول، يعني رطبه هشيشه لدرجه انها الا ما قطعتيهاش مزيان وحاولتي عليها باش تحطيها في الطبسيل راه تتميل هكا وهكا. والله العظيم بحال شي نقول لكم، بحال شي بونجا، بحال شي حاجه اللي هي رطبه بزاف. المهم راه ضفت ليها دوك رقائق اللوز من بعد ما حمرتهم، تيعطيو واحد النكهه زوينه للحلوه. وبالصحه والراحه البنات وبالتوفيق للجميع. المهم جربوها، راه اقتصاديه ماشي غاليه بزاف وما غطيحش عليكم غاليه. هذا مكان، وبالتوفيق للجميع. الصحه والراحه البنات. كما قلت لكم البنات، ممكن ديروها بمولينيكس، ولكن خصكم تعرفوا العبارات وتنقصوا راه تجي اقتصاديه بزاف. يعني بالمولينيكس ديروا كاس ملوء تاع سنيده، كاس ملوء تاع الزيت، وكاس ملوء نتاع الكاكاو، ومن بعد عاد تنقصوا داك الكاس ديال العنبه، وعاد تضيفوا البيض وداكشي، يعني راه تجي حتى هي حلو زعما هماويه، تجي زوينه. بالصحه والراحه البنات، الى اللقاء.